ازيكم؟ معكم أدري. اتمنى لو بتتفرج على الحلقة على التيك توك تعمل لايك وفولو وتعمل شير وتكمل الحلقة للآخر، ولو بتتفرج على اليوتيوب تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وبرضه تكمل الحلقة للآخر. قول لي يا صديقي، عملت ايه في نهاية اليوم التاني للجولة 31؟ متخزوق ولا متروق؟ انا حتى الان زي ما انت شايف انا جبت 39 بوينت والافريج 25 بوينت، فانا اعلى من الافريج بكتير الحمد لله. وحتى الان اسهم خضراء، الله اكبر الله اكبر يعني. نجم الجولة عندي حتى الان اللي انقذني هو مين؟ هو فودن. نبتدي الأحداث كلها. خط الدفاع عندي حتى الآن يعني جايب لي بوينتس كويسة جدا. أنتوني نور ما طلعش بكلين شيت بس جاب لي جون فجاب لي 8 بوينت. أرسنال اللي كان متوقع إنها تطلع بكلين شيت الحمد لله الحمد لله جابرييل جاب لي 6 بوينت. اللي ما كملش وكان نفسي يحصل ريجاليون. اللي بيتابع الحالات بتاعتي كنت متوقع إن برينتفورد تطلع بكلين شيت في الماتش دوت، بس للأسف يعني للأسف ما حصلش الموضوع دوت، برغم ان هي بتلعب برايتون عشان عملت ماتش كبير قوي قدام ليفربول فكانوا مستهلكين بدنيا، فانا كنت متوقع ان برينتفورد تطلع بكلين شيت. خازوق الجوله بالنسبه لي ايه؟ ان ريجاليون يطلع لي دكه وينزل لي في الدقيقه 73 فينزل لي بوينت واحد، بدل ما كان هيبقى عندي 6 بوينت لريجاليون وكان عنده اوبشن هو كان ممكن يعمل حاجه ويطلع باسيست، بس على الاقل يطلع لي بكلين شيت. اداني نقطه واحده بدل ما يديني 6 نقط، الحمد لله. نيجي لخط النص ومفاجأة خط النص. ساكا كان دكة أو معنى صح كان مصاب فما لعبش المباراة أصلا وما كانش في التشكيل. نجم النص عندي بالنسبة لي كان فودن الحمد لله اللي يعني عمل لي الواجب كله ب20 بوينت ب3 أهداف. خط الهجوم زي ما انتم شايفين مونيز. نرجع بس الاول لخط النص. سون زي ما انا كنت قلت قبل كده برضو ان انا كنت متوقع ان سون بره ارضه وما بيعملش حاجه، فما كنتش متوقع منه اكتر من 2 بوينت بصراحه. لو كان جاب حاجه كان خير وبركه، ما جابش خلاص، بس هو كانت المفاجاه بالنسبه لي في ساكا في الماتش دوت. نيجي بقى لخط الهجوم. مونيز فولهام قدام كان نوتنغهام فورست كنت حاطط عليه امال كبيره بس ما عملش حاجه، جاب لي 2 بوينت. كانت المفاجاه بقى الكبيره بالنسبه لي برضو مين؟ هالاند. في الحفله اللي حصلت دي هالاند لو كان عمل حاجه كان هيفرق معايا ومع الكل جدا جدا جدا، لكن هالاند على الدكه ما كانش بيلعب اصلا المباراه وشكرا. وبالتالي انا عندي كام لاعب حتى لما لعبش؟ ساكا وهالاند، وعندي 2 على الدكه هينزلوا مكانهم كل واحد ب2 بوينت، فادي 4 بوينت هينزلوا لي على 39، فاحنا بنتكلم في افريج 43 بوينت حتى الان. ده اللي انا وصلت له من مجمل الجوله 31 مع نهايه اليوم الثاني. متبقي ماتشات في الجولة دي بكرة إن شاء الله ختمها يوم الخميس. ليفربول قدام شيفيلد وأنا وكابتن صلاح أتمنى إنه يعمل حاجة، وتشيلسي قدام مانشستر يونايتد أتمنى إن بالمر برضو يعمل حاجة، لأن لو عملوا حاجة هيفرقوا معايا كتير جدا ويطلعوني في الرانك حبة حلوين. وقول لي يا صديقي، أنت بتخزق ولا متروق؟ الكابتن بتاعك لعب ولا ملعبش؟ لو أنت كنت بكابتن هالاند ملعبش، فمين الفايس كابتن بتاعك؟ هل هو صلاح ولا حد تاني؟ هل انت كنت من المحظوظين اللي كانوا كابتنين فودن الجولة دي ولا لا، وكنت عامل عليه تريبل كابتن ولا لا؟ مستني رأيكم في الكومنتات. سلام.